سلام حباباتي، واش راكم؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا الكل بخير وعلى خير. اذا حبيباتي جبت لكم وصفه الطمينه العنبيه كما وعدتكم في الرفيس الزراوي الشاوي. اذا قلت لكم بربي ان شاء الله نبارطاجي معاكم الطمينه العنبيه اللي هي الرفيس التونسي كما يقولوا له في بعض الولايات وخاصه في بوسعاده، مادامني انا في بوسعاده. المتكلم الرسمي على بوسعاده يسميوه الرفيس التونسي. اذا البنات نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. اول شيء راح نبداو بالسميد هو الاول. السميد راح ندير بكميه قليله فقط، انتم تحبوا تضعفوا المقادير البنات ضعفوا. اذا جبت رطل تاع السميد كما راكم تشوفوا، راني نقلي فيه بشويه يعني بالطرف حتى نكمل كامل الكميه. لهنا البنات النار لازم تكون قليله خلاه وتقليو السميد تاعكم السوا باه يدخلوا الطياب. انا راني نقلي فيه على نار قليله خلاص، وكيما راكم تلاحظوا ما حبسش من التحراك، يعني باه ما يكحلش معايا وما يتحرقش. البنات تحبوه في الذهبي في الدوغي، حبسوا في الدرجه هذه اللي راني فيها انا درك. ما تزيدوهش. انا نحبوا الحق تاع ربي الطمينه تاعي نحبها شويه حمراء، ونحب السميد تاعها مقلي سوا، يعني ما نحبوش نص بنص. البنات انا بقيت قاعده نقلي في السميد تاعي حتى نوصل لي لدرجه تاع الحموره هذيك السميد ولا لي احمر، به نحيته وزدت حطيت الكميه الثانيه حتى نكملوا كامل البنات. وفي نفس الوقت راهم ولادي قاعدين ينقيو لي في الغرس من العلف بركه، باسكو راني انا يا مدايره جبت الغرس تاع البطانه. حق تاع ربي الغرس تاع البطانه راهو طري هايل البنات، سي با لابين نطريوه ولا نتعبوا رواحينا ولا نديروا له نطريوه بالماء. انا طول ديريكتومون حطيته فوق السميد وهو سخون. كيما كملت القليه تاع السميد جبت الغرس هذاك اللي نقاوه ولادي، ومعاها البنات وش معاها نص رطل تاع زبده. شوفوا رطل تاع السميد البنات معاه رطل تاع غرس، وكيما قلت لكم تحبوا تضعفوا المقادير ضعفوا المقادير. لهنا درت رطل تاع السميد، نزيد نعاود لكم بنات في الاعاده افاده. رطل تاع سميد مع رطل تاع غرس مع رطل نص رطل تاع زبده، يعني الزبده اللي تحبوها انتم، تحبوا مارغرين تحبوا زبده عرب، يعني كيما تحبوا انتم البنات. اذا عندكم تحطوا يديكم وسميد سخون البنات، راهو السميد يكوي تاع الصح. ردوا بالكم. روحوا ندخلوا هذاك الغرس نعجنوا مليح 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 كيما راكم تشوفوا البنات، حتى ندمجوا كامل المقادير ويعودونا عجينه واحده كيما راكم تشوفوا. بعد ما كملت البنات العجينه تاعي وقلبتها يعني عجنه واحده، روحوا نضيفوا لها زوز مغارف تاع عسل. تحبوا انتم ما تكتروا على زوز مغارف تحبوها حلوه، زيدوا فوق زوز مغارف. انا حقت ربي كون صبت يعني ما نزيدش خلاه العسل، بصح الوصفه لازم تاعنا حنا تاع النابه لازم نحطوا لها العسل. باسكو من بعد كي تتعسل ويجمد هذاك العسل في الكعبه تاع طمينه تجيكم واحد البنه هايله البنات. لهنا البنات زدت خلطت كلش مع بعضها عجنت سوا، وكيما راكم تشوفوا لميتها عجنه واحده. درك حنسطحها في القصعه تاعي ولا فوق الطابله كيما تحبوا انتم. عندكم الطابع تاع البراج، جيبوا الطابع تاع البراج وطبعوها. تحبوا بالسكينه كيف يعني الاختيار هذا يعود لكم انتم البنات. تطبعوها مقرودات، تحبوا ديرها كعابر تاع اليدين هذيك تشوفوني يعني الجوانب كل راح نديرهم كعابر لوليداتي. اذا البنات بعد ما سطحتها ما تسطحوها البنات رقيقه خلاه، ما تسطحوها يعني تكون خشينه. كيما كملت تسطح من بعد رحت درت طبعتها بالطبع. انا عندي طبع تاع البراج طبعتها به وقصيت طبعت برك درت شغل الاطراس برك تاع الطابع. من بعد رحت قصيت بالسكينه البنات، وان شاء الله نشوفها في الطبق في الطبق.
ان شاء الله. ووصفتنا النهار اليوم ان شاء الله تنال اعجابكم البنات. كيما راكم تشوفوا لهنا البنات راح نديرها كعبوره. هذه الحواشي هذوما كل حنديرهم كعابر يعني لوليداتي بركه. انا كيما كنا نحبوهم حنا بكري في زماننا، يعني في صغرنا نموتوا عليهم وهما مكعبرين. درت كيما هكا المقرودات البنات ودرت الكعابر. حقيقة جات بنينة، انا ما ناكلهاش. ادعيوا لي ربي يشفيني ان شاء الله ويشفي جميع مرضى السكر. ربي يشفيكم ان شاء الله ويعافيكم ان شاء الله. البنات كما راكم تشوفوا جات هايله، جات روعه على الصح، يعني بنينه طريه. واش نقول لكم، شهيكم في الجنه البنات. ماذا بيا انكم تجربوا الوصفه، راح تنال اعجابكم باذن الله. يعني راني متاكده 100% راح تعجبكم، راح تعاودوها وتجيوني في لي كومونتير تقولوا لي عجبتنا الوصفه تاع اليوم. وان شاء الله راح نزيد نبارطاجي معاكم وصفه الرفيس البوسعادي. ماذا بكم تشجعوني البنات، وما تنساوش لايك الفيديو. في امان الله.